يا هلا ومية هلا، شلونكم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة. ونبدأ الفيديو ونقول صباح الخير إن شاء الله، وصحة وسلامة يا رب. وأكيد أول ما نبدأ الفيديو الصلاة على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. أكيد اليوم الفيديو راح يعجبكم. بلشت روتيني اليوم وياكم من الصبح، وإن شاء الله ينال إعجابكم. بنات، حيرة الريوق، شو راح نسوي؟ طلعت طماطة، سويت بيض وطماطة وأجبان، والحمد لله والشكر، نعمة وخير من رب العالمين، يا ربي يديمها. ونبدي يومنا ونشوف ورا ما راح نخلص الريوق شلون راح نسوي، شلون نبدي يومنا. يلا، طبعا الترتيب والتعزيم وشغلك اليومي تخلصينه بنظام، هذا الشي كلش يفرق عندك. ما راح يصير البيت هوسة، ما راح تحسين انه عليك لود مال شغل كلش هواية، ما راح تملين من شغل البيت. يعني الماعون اللي يتوسخ اغسله، الملابس اخليهم بمكانهم بالغسالة، مثلا التخم اسوي اول باول. يعني هذا البيت أنا أقولكم إذا صار كل شي نظام وكل شي بمكانه، صدقوني أبد ما تملون. الترتيب والنظام دائما يغنيك عن هواي من الشغلات وهواي من الوقت. يعني اليوم مثلا أريد أغسل البيت، الزاهي قاصر، ديتول، عندي اليوم غسل، يومية مسح. مثلا الكاونتر، التخم كلش قد تنظفينه، الثلاجة كلش قد تنظفيها، الطباخ تنظيفه يومي ما يتكدس عليك. إذا تكدس عليك انتي راح تتعبين. أنا بالنسبة إلي هيك يعني ماشية نظام يومي. وأكيد هو كلية الشغل يخلص، بس ما تضوجين وما يصير عندك ضجر إذا إنه شنو، إذا رتبتي كل شي بمكانه. هذا الشي يغنيك عن الوقت والتعب الزايد والضوجة. يعني ما تحسين بضوجة. والله بنات، اكو مرات بنات يقولون الشغل ما يخلص، واحد تعبان، هوسة، ماكو نظام، لا، النظام انتي تسوينه، الهوسة انتي تردين تسوينها. هو صح اكو مواعين ريوق وغدا وعشاء، هذا كله موجود، بس يبقى نظامك انتي ام البيت المعدلة المرتبة اللي تعرف شلون تخلص يومها وشلون تسوي واجباتها. وهسه اجى الدوام، يعني اكيد راح تقعدون كلكم من وقت، وراح يخلص شغلنا احنا الاغلبية، يخلص شغلنا ويعني والاطفال بالمدرسة، فيبقى من يجون تبقى هوسة الملابس، نصب لهم اكل، نبدي يعني فترة نقعد نقريهم، لان هذا الشي كله يحتاج. فهنا شفتوا اني نظفت البيت، عطرته بهذا البخور، يجنن. عطر البخور بالبيت بنات احسه طاقة ايجابية. والله بنات، جيت هنا أنا شنو عندي بوتيتا سويتها شلون الاصابع بس شوية ثخينة، وبوتيتا وبصل، وعندي دجاجة قطعتها بهالشكل هذا. هسه راح تشوفون شنو راح اسوي. خليتهم صينية الفرن، يعني اني بوقتها من سويتها يمكن اخذت من عندي وقت ساعة الى ساعة ونص. يعني بالبيت قالوا لي اخاف ما تستوي، قلت لهم لا تستوي، وهسه تشوفون شلون تصير. هنا عندي فلفل اسود، وعندي ملعقتين من اللبن، ضفت عليهم قليل من بهارات البرياني، وقليل من السماق، وهذا قليل من النعناع المجفف، والكاري هماتين. انطيكم البهارات اللي خليتها، وانتم بكيفكم شنو تردون تخلون خلوه براحتكم. وهنا ضفت ملح وضفت ليمون دوزي تنطيها حموضة تجنن. اجيت على الخل، لقيت ماكو خل، الخل خلصان. قلت ايش راح اسوي؟ عندي هنا مي مال طرشي، قلت خلي اكو اطيب من عنده بعد خل الطرش يجنن. واصلا حتى استوت بساعة ذابتين. اني رأسا خليتها بالفرن بدون ما اتبلها، بدون ما تاخذ وقت.
هنا أنا شوفوا كملت الخلطة كلها راح أخلطه وأخليه وين أخليه فوق الدجاج. واسفة بنات على صوتي شوية، ما أعرف مع تغيير الجو أحس يعني بلاعيمي هيجي حتى ما أقدر أحكي، بس أنا تأخرت عليكم فقلت لازم أنزل البنات. وكلش أشكر اللي راسلوني واللي يسنون علي لا تأخرت حبايب قلبي. شوفوا هنا الصلصة بعد ما كملتها ضفتها آخر شي شنو خليت رشة مال سماق تنطيها نكهة تخبل، وحتى تصير التحميصة مالتها فتشي. وانتو شفتوا الخلطة اللي سويتها وضفت وياها هماتين زيت فطرتها صارت تجنن. خليتها بالفرن. شوفوا بنات ما شغلت الجو، شغلت بس الفوق. وهنا شفتوا خليت ورق الزبدة، كان ما متوفر عندي السيليفون فشنو خليت ورق الزبدة صينية لاخ عندي نفس القياس غطيتها بيها وخليتها بس من فوق، وخليت النار مالت الفرن يعني لا ناصية ولا عالية. وهذه النتيجة ذايبة ذوب تجنن مثل ما تشوفوها. انا عجبني شوية اخلي بيها ماء يعني عشان الصلصة والدجاج كان كلش طعمه طيب، كلش طعمه طيب. او اكيد سهمنا وسهمكم الف عافية حبايب قلبي. بس صار وقت الصلاة قلت خلي أصلي أكمل صلاتي. أهم شي العبادة واجب علينا بنات. يعني شلون مثل إحنا أول ما نقعد نفكر بالريوق بالغداء نفكر بالعشاء لازم نفكر إنه الصلاة واجب علينا والاستغفار لازم، هذا يومنا ما يكمل إلا بيه. ودائما أنت تشتغلين أنت تغسلين المواعين خلي لسانك لهج بذكر الصلاة على محمد وآل محمد، استغفرك ربي وأتوب إليك. هاي الأشياء بنات تنور الوجه. ودائما صلاتنا وقراءة القرآن نخليه من ضمن يومنا، ويا ربي إن شاء الله يتقبل منا ومنكم يا ربي. وأشياء قليلة نقدر نسويها نحصل على حسنات هواي، من هي الاستغفار، قراءة القرآن، العبادة، صلاة الفجر. هاي الأشياء كلش تفيدنا. الحمد لله والشكر رب العالمين. ويا ربي الصحة والسلامة للجميع، وتقبل إن شاء الله منكم صلاتكم وقيامكم. وهنا عيني كملت صلاتي ونظفت بيتي مثل ما شفتوا، ما عندي شي تقريبا خلصت كل شغلي. وحتى الطباخ نظفته بنات، قلت حتى ورا الغداء كل شي ما عندي بس اغسل المواعين وهماتين. سويت شاي جديد خليته يتهدر. ولهنا اقول لكم سهمنا وسهمكم الف عافية. باي باي بنات.